السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواتي الأهلاوية في كل مكان. يمكن النهاردة حلقة كنت وعدتكم بيها من أكتر من شهر. في أكتر من حلقة نوهت إن أنا هنتكلم في حلقة منفصلة عن أسباب تدليس وكذب النخبة الزملكاوية. ليه لعيبة الزمالك السابقين والصحفيين وبعض المسؤولين في نادي الزمالك سواء سابقين أو حاليين دايما بيتجهوا للكذب والتدليس والتقليل من المنافس والتشكيك في بطولاته. وده قلت لكم في حلقة من الحلقات ان هو ليه اسباب واسباب منطقية وانا مقتنع بيها، لكن احنا قلنا ان هي مش مبررات، هي اسباب فقط. الحلقة دي هتنقسم لشقين، شق يتعلق ب المداخيل بتاعة الاهلي والزمالك من فترة 1990 لحد عام 2005، وشق يتعلق بالبطولات من عام 1990 لحد 2005 والسكواد. تمام. الشقين دول بيتبني عليهم نتائج، والنتائج دي هي الوضع اللي احنا بنشوفه دلوقتي للاهلي والزمالك، وليه الزملكاويه بيتجهوا دائما الان هو اتجاههم المفضل التدليس والضحك على جمهورهم واستغلال جمهورهم والتشكيك في بطولات النادي الاهلي ونزاهته وكل الكلام اللي حضراتكم شايفينه. حابب ابدا بس الاول بالمقارنه كده ما بين الاهلي والزمالك وريال مدريد وبرشلونه لحد عام 2006. المقارنه ديت ليه اسبابها ايه او ايه النتائج اللي احنا عايزين نطلع منها من المقارنه ديت؟ هي ان تقريبا برشلونه كان في نفس موقف الزمالك لحد عام 2006. تمام. وريال مدريد كان نفس موقف الاهلي سواء من المداخيل او عدد البطولات. هنشوف الزمالك عمل ايه في الفتره ديت وحقق ايه واشتغل على نفسه ازاي فيرسس او مقارنه ببرشلونه، ايه الحاجات اللي عملتها برشلونه وقدرت ان هي تحققها عشان ترجع في المنافسه تاني وتكون ند لريال مدريد. على فكره بالمناسبه في بدايه الحلقه كده انا برشلوني، انا ما بشجعش ريال مدريد، انا بشجع برشلونه. تمام. انا عندي لحد عام 2006 كان ريال مدريد عنده 31 دوري اسباني. برشلونه كان عنده كام دوري اسباني؟ كان عنده 18 دوري اسباني. فرق 13 لقب لحد عام 2006 ما بين ريال مدريد وما بين برشلونه. طيب عارف لحد النهارده الفرق بين ريال مدريد وبرشلونه كام لحد عام 2024 لحد اخر دوري اتلعب اللي هو 2023 2024 بخلاف الدوري اللي شغال ده؟ ريال مدريد عنده 35 لقب، يعني من 2006 لحد النهارده ريال مدريد واخد 4 القاب، في حين ان برشلونه عنده 27 لقب. فاصبح الفرق من 2006 لحد 2024 قل من 13 لقب ل 8 القاب. ما حصلش جاب كبير جدا. يعني برشلونه لو قدر ان هو يعمل سكواد اللي هو بيبني فيه ده، لو قدر ان هو الاستاد بتاعه مشروع ينجح ويحقق له ارباح محترمه اللي هو عايزها، وقدر ان هو ينجح المنظومه والفرقه اللي بيكونها دلوقتي دي، تمام، او المشروع اللي برشلونه بيعمله دلوقتي، برشلونه ممكن في خلال 10 12 سنه يكون متساوي مع ريال مدريد في عدد البطولات، وربما كمان يوصل التساوي في عدد البطولات، وممكن يقرب منه جدا في المداخيل، لانه طبعا احنا عارفين ان ريال مدريد من اعلى الفرق في العالم، ما كانتش هي الاعلى في تحقيق المداخيل. يعني مفيش مقارنه بين مداخيل ريال مدريد ومداخيل برشلونه. تمام. ومع ذلك طبعا مش بنشوف لطم وشيل تراب وكل اللي انتوا بتشوفوه ده من الزملكاويه. بيحصل تشكيك من انصار برشلونه في ريال مدريد لكن الناس بتشتغل. يعني حتى لو انا بشكك وبضغط على ريال مدريد او بضغط على ادارته وجمهوره او بضغط على المنظومه اللي بتدير، لكن انا بشتغل. وده الفرق بين الزمالك وبين برشلونه. انا طبعا بتكلم في كل واحد في منطقته. طب تيجي بقى نشوف على المستوى المصري، نشوف الفروقات ما بين الزمالك والاهلي كانت ايه في الفتره ديت. الاهلي لحد عام 2006 كان عنده 33 بطوله دوري، في حين ان الزمالك كان عنده 12 بطوله دوري. كان في فرق 21 لقب. تمام. لحد النهارده الاهلي عنده 43 دوري والزمالك عنده 14 دوري. يعني في الفترة من 2006 لحد 2024 اللي الاهلي اللي برشلونة
قدر يقلص الفارق من 13 ل 8 القاب مع ريال مدريد، وريال مدريد ما تزيدش. الزمالك رفع الفرق في عدد البطولات من 21 ل 29، بقى في 8 بطولات كمان زياده للاهلي. الزمالك في الفتره ديت ما حصلش غير على بطولتين بس، بطولتين، في حين ان برشلونه اخد 9 بطولات في الفتره ديت. وده يوضح لك الفرق الجوهري والمحوري ما بين ان ازاي ناس لقت ان الفرق بيني وبين المنافس بتاعي كبير جدا، وفي جاب كبير جدا، محتاجين ان احنا مع الزمن ومع الحقب التاريخية ان احنا نقلص الفارق ده ونشتغل على نفسنا. وما بين ناس اكتفت بان هي تولول وتشتم وتتهم وتشكك وما تشتغلش وتجيب اطارات فاشلة وتاخد قرارات فاشلة، فبالتالي تبدأ الجاب ده يكبر جدا والميزانيات تكبر جدا الجاب فيها، والمداخيل الجاب فيها يكبر جدا، بناء برضو على عدد البطولات اللي احنا بنتكلم عليها والاستقرار الفني والإداري. فبالتالي ده يوضح لك الفرق ما بين العقليات والمنتاليتي ما بين برشلونة وما بين فريق زي الزمالك كمقارنة على مستوى المحلي المصري. طيب تعال نشوف كده المداخيل ما بين الاهلي والزمالك كانت عامله ازاي في الفترات ديت. هل تعلم عزيزي المشاهد ان مداخيل الاهلي سنه 95 كانت من 3 ل 6 مليون جنيه، ومداخيل الزمالك كانت من 2 ل 4 مليون جنيه. يعني الاهلي كان من 3 ل 6 والزمالك كان من 2 ل 4، فكانت الفروقات قريبه قوي، يعني الفروقات كانت قريبة قوي. مزيد من الجهد ومزيد من البطولات ومزيد من القرارات الإدارية الصحيحة كانت تقدر الزمالك ان هي تتساوى مداخيل النادي الأهلي، لأن سكواد الزمالك في الفترة ديت كان سكواد مرعب. الزمالك كان عنده 3 حقب، ال3 حقب دول كان فيهم 3 فرق أحلام بناء على وصفهم، ولا متفق معاهم، هو كان فريق احلام فعلا، 3 فرق احلام في الفتره دي من 90 ل 95، ومن 95 ل 2000، ومن 2000 ل 2005 الزمالك كان عندهم 3 اجيال فرق احلام، وهنقول دلوقتي. تمام. بعد كده نروح لسنه 99، كانت مداخيل النادي الاهلي من 10 ل 20 مليون جنيه، وكانت مداخيل النادي الزمالك من 5 ل 15 مليون جنيه. فبرضه كان الفارق مش كبير. خد بالك انا لما بكلمك من 10 ل 20 ومن 5 ل 15، يعني وارد جدا كانت تيجي في فتره من الفترات تلاقي ان الاهلي كان 17 والزمالك مثلا 12، تلاقي مثلا الاهلي 18 والزمالك 15، يعني مش لازم فرق 5 مليون جنيه في الفتره في وقتها يعني. فاحنا بنتكلم في مداخيل قريبه جدا، مداخيل مش اللي هم بيصوروه لجمهورهم اللي تعمل هذه الفروقات العظيمه في البطولات والاداريات والانشاءات والتطور والنجاح، مش هي ابدا. تمام. سنه 2004 كانت مداخيل النادي الاهلي من 40 ل 50 مليون، وكانت مداخيل الزمالك من 20 ل 30 مليون. حصل تعظيم وقفزه في المداخيل عند النادي الاهلي، وكذلك حصل شويه قفزه في المداخيل بالنسبه لنادي الزمالك، لكن الجاب بدا يتسع تدريجيا. وهنا كان لازم ينتبه مسؤولين واداري النادي الزمالك الى هذا الامر، لكن لم ينتبه احد ولم يتجه احد الى الاصلاح. ثم في عام 2005 كانت مداخيل النادي الاهلي من 50 ل 65 مليون جنيه، ومداخيل نادي الزمالك من 30 ل 40 مليون جنيه. بدأ في الزمالك بياخد بطولات، الزمالك بياخد افريقيا، الزمالك عنده نادي احلام، فكانت المداخيل الى حد ما متقاربة. ومن بعد 2005 عينك ما تشوف الا النور، وده ليه اسبابه. الاهلي كون سكواد، شوف احنا بنتكلم لحد 2005 مداخيل قريبه، فمعنى المداخيل قريبه ان انت تقدر تعمل سكواد شبه السكواد بتاعي. والزمالك اوريدي كان عنده سكواد قوي جدا، الاهلي اللي ما كانش عنده سكواد. طب الاهلي سكت لما حس بالخطر؟ سكت؟ لا، الاهلي كون سكواد، جيل ابو تريكه وبركات وعماد متعب وعماد النحاس وعبد الله السعيد بعدهم بفتره، والجمعه وعماد متعب طلع وجيلبرتو، وجاب سكواد جبار. عمل السكواد بتاع الجيل التاريخي للنادي الاهلي بتاع 2006 اللي سيطر على القاره الافريقيه وسيطر على الدوري المصري والبطولات المحليه لمده مثلا 7-8 سنين.
فاصبحت المداخيل عاليه جدا والفروقات عاليه جدا. برضو ايه اسباب ان المداخيل عاليه والفروقات عاليه؟ ان السوق حصل انفتاح في السوق المصري الافريقي والسوق المصري العالمي والسوق المصري العربي، فاصبح في شركات عربيه بتدخل تديك عقود رعايه، اصبح في شركات اجنبيه وشركات اتصالات و بتدخل تديك عقود رعايه بعكس زمان في التسعينات. فاصبح في مساحه ان في مستثمر اجنبي يدخل يستثمر فيك دعائيا، فبالتالي بيديك مبالغ دولاريه كبيره جدا. وده اللي عمل الفروقات الشاسعه ما بين الاهلي والزمالك. الاهلي بقى موجود في البطولات الافريقيه وبيحصل عليها عدد كبير جدا من السنين، الزمالك مش موجود على الساحه الافريقيه، وانت السوق الافريقي بالنسبه لك اتفتح، فبالتالي اصبح عندك مداخيل من افريقيا. عندك الاهلي عالميا بقى موجود كل سنه في كاس العالم للانديه او كل سنتين في كاس العالم للانديه، وانت منفتح على السوق العالمي، فبالتالي تقدر ان انت تحمل اعلان لشركه عالميه زي نايكي، زي اديداس، زي فودافون، زي اي شركه من الشركات العالميه، او كوكاكولا او بيبسي، اي شركه عالميه تقدر ان انت تحمل الشعار بتاعها او الاعلان بتاعها على فانيلتك او شورتك او ايا كان في كاس العالم للانديه. وده اللي كبر الجاب الكبير جدا. مش ان الاهلي بيتجامل، مش ان الاهلي بياخد عقود رعايه زياده، مش كل الكلام والتدليس والكذب اللي بيعملوه الزملكاويه ونخبتهم في هذا الامر.